يا لديه 5 شهادات، وهو المدير التنفيذي لمشروع ولاية الشباب من الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز. لديه العديد من المؤلفات، لديه العديد من النشاطات. ارتأت جمعية الجزائر الخير أن يستضاف أولا في هذا المسجد قبل المؤتمر الذي سيقام حول المخدرات، فأهلا وسهلا ومرحبا بالأستاذ الدكتور، فليتفضل مشكورا وأجورا بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المصلون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نحن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمنا منه كل شيء، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لو تكلم الإنسان بمعاني هذه الكلمات الموجودة في هذا الدعاء ربما يحتاج محاضرات ومحاضرات، لكنني سأعلق على كلمة واحدة: ومداد كلماته. مداد كلماته، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه وسعة عرشه وزنة عرشه، وفي النهاية مداد كلماته. ما هو المداد؟ المداد هو الحبر الذي نكتب به، الحبر. مداد كلماته. ما هي كلمات الله تبارك وتعالى؟ أقول لكم عن جزئية بسيطة جدا أثبتها العلم حديثا، يعني في السنوات الأخيرة. يقول جسم الإنسان يتكون من خلايا، الوحدة التي يبدأ منها جسم الإنسان هي الخلية، وعددها هذا حتى أن العلماء قدروا أن عدد الخلايا في جسم واحد منا هو 100 تريليون خلية، يعني واحد أمامه 14 صفر. خلايا هذه الخلية الواحدة صغيرة لا ترى بالعين المجردة، لا ترى بالعين المجردة. خلية مع خلية تساوي نسيج، نسيج مع نسيج يساوي عضو، عضو مع عضو يساوي جهاز، جهاز مع جهاز يساوي جسم. لكن نعود إلى هذه الخلية التي لا ترى بالعين المجردة، درسها العلماء فوجدوا أن خلية دائرية ترى بالمجهر، داخلها نواة، وهذه النواة في داخلها مادة وراثية، المادة المسؤولة عن الصفات الوراثية عند الإنسان، الطول والعرض واللون ولون الشعر وصفات كثيرة جدا. كل الصفات الوراثية مسؤول عنها شريط صغير موجود داخل النواة الخلية التي لا نراها نحن بالعين. لما درسوا هذا الشريط وجدوا أن عليه من المعلومات الرهيبة والعجيبة، معلومات. لما أرادوا أن يكتبوا هذه المعلومات بكتابة على ورق احتاجوا أمور عجيبة. فانظر معنا الآن، لو كان عندنا شريط كاسيت مسجل والشيخ أعطى محاضرة وسمعنا المحاضرة وأردنا أن نسجل ما قاله الشيخ، نحتاج أحيانا إلى ورقتين أو 3 أو 4 أو 5 حتى نسجل ما هو موجود على هذا الشريط. لكن الشريط الإلهي الموجود في الخلية الواحدة، عندما أراد العلماء أن يكتبوا المعلومات التي وضعها الله تبارك وتعالى في هذا الشريط، احتاجوا إلى 5000 سجل كبير،
5000 سجل حتى تكتب المعلومات التي وضعها الله تبارك وتعالى في هذا الشريط الموجود في هذه النواة في داخل الخلية التي لا نراها. 5000 سجل كبير، كل سجل فيه 500 صفحة، كل صفحة فيها 200 كلمة، يعني الخلية الواحدة فيها 500 مليون كلمة من كلمات الله، الخلية الواحدة. وإذا علمنا أن جسم الإنسان مكون من 100 تريليون خلية، يعني 100 واحد أمامه 14 صفر، هذه عدد خلايا جسم الإنسان، وكل خلية فيها 500 مليون كلمة من كلمات الله تبارك وتعالى. عندما حسب العلماء وجدوا أن الرقم هائل جدا يصعب أن يستوعبه الإنسان. قالوا 10 أس 22، يعني واحد أمامه 22 صفر. هذا عدد كلمات الله في الخلايا عند الإنسان، وكل إنسان يختلف عن الآخر، فيه أشياء مشتركة لكن فيه اختلافات كثيرة. إذن في الإنسان لوحده كم هي كلمات الله؟ كثيرة، أكبر من عقل الإنسان. والبهائم الحيوانات كل نوع عنده كلمات مختلفة عن غيره، وهذا أيضا من خلق الله. وأيضا النباتات عندها كلمات من كلمات الله. لاحظ، نعود إلى ومداد كلمات، يعني حبر الذي نحتاج حتى نكتب كلمات الله التي لا تحصى. هذا الحبر كم هو حجمه؟ خاصة إذا تذكرنا جميعا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. البحر عندما يقول الله تبارك وتعالى عن الماء 75% من الكرة الأرضية مغطاة بالماء، بحار ومحيطات، هذه كلها لو تحولت إلى حبر نكتب به كلمات الله لنفدت ولو جئنا بمثله مددا. لو جئنا أيضا بمثل هذه المياه بحجمها مرة أخرى. والمياه التي يتكلم عنها الله تبارك وتعالى ليست أمرا سهلا. هل تعلم أن عمق المياه في واحد المحيطات عمق المياه وارتفاعه 11 كيلو متر؟ يعني من قعر المحيط تنظر إلى الأعلى 11 كيلو متر حتى تصل إلى سطح الماء. إذن الله يتكلم عن الماء كثير، وهو الذي يحيط بهذه الأمور. حتى العلماء قالوا لو أتينا بأعلى جبل على وجه الكرة الأرضية وهي قمة أفرست. قمة أفرست هذه جبل كبير ارتفاعه 8888 متر. لو قدر للإنسان أن يحمله ويضعه في هذا المحيط كله ينغمس في الماء ويبقى حوالي 3 كيلو ماء فوقه. الماء يتكلم عن ماء كبير وكثير وعجيب، أكبر من مدارك الإنسان. ثم لاحظ في سورة لقمان ماذا نقرأ؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. الآن كان الأول ضعف، لكن الآن 7 أضعاف. ولو أن ما في الأرض من شجرة. طيب إذا العلماء الآن يقولوا 35 مليون دنم مغطاة بالغابات، أخشاب. 35 مليون دنم، لو كل هذه الأخشاب تحولت إلى أقلام، والقلم الخشبي ليس كقلم الرصاص ينكسر بسرعة وينمحي بسرعة. القلم الخشبي يعني تعمل فيه أمور كثيرة ولا يهتم. لو كل هذه الأشجار تحولت إلى أقلام والبحار أصبحت 7 أضعاف والناس يكتبون لنفدت ولا تنفذ كلمة الله تبارك وتعالى. انظر نحن المسلمون كم نحن بنعمة عندما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء البسيط الذي نحن نتكلم عنه ولا ندرك
مرامي وأبعاد كثيرة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف خرج من بعد صلاة الصبح من عند زوجته، ولما عاد في الضحى وجدها لا زالت تلمس في مكانها وتدعو الله تبارك وتعالى. قال لها في معنى الحديث: أما زلت في نفس المكان تدعين الله؟ قالت: نعم. قال: عن نفسي أنا قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت أجرها لزادت عن الأجر الذي حصلتيه منذ صلاة الصبح حتى الضحى. ما هي هذه الكلمات؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذه الكلمات الإنسان في نعمة إذا حفظها ورددها بيقين فهو كأنه يسبح الله بعدد مياه البحر وكلمات الله أكثر من مياه البحر لو أتينا ب7 أضعاف، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يرده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. هذه واحدة. والثانية أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ودلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ينفعنا، لأن الله هو الذي خلقنا ويعرف ماذا يصلح لنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لذلك أقول لكم عن أمر بسيط جدا كلنا يقوم بهذا الأمر: الوضوء. أولا لا يتوضأ في الدنيا إلا المسلم، هذا الوضوء امتياز إسلامي. ولو علمتم فوائد الوضوء لهتفتم من أعماقكم سبحانك ربي ما أعظم. العلم الآن تقدم، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أنه من يتوضأ طبعا لا تجوز الصلاة إلا بالوضوء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبالتالي لا بد من الوضوء. في السابق في بداية الدعوة الإسلامية الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ولا زال يعلمنا أن الوضوء ضرورة حتى ندخل في الصلاة ونجمع الأجر والثواب. لكن الآن نضيف على هذا أن العلم استدار واكتشف أمور عجيبة وكلها خير لمصلحتنا، ولكن أكثر الناس لا يعلم. ما هي هذه الأمور؟ العلم الآن يثبت أن اليد هذه المكشوفة والوجه المكشوف والمناطق التي توصل في الوضوء عليها جراثيم كثيرة يصعب عدها، وهي مخلوقات صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة، ومحدودية إبصارنا مع صغر حجمها لا تجعلنا نراها. نحن الآن على أيدينا جراثيم، لكن لو حسبنا الجراثيم اللي على أيدي المتوضئين هي أقل بكثير من الجراثيم التي على أيدي غير المتوضئين. وهذه الجراثيم مخلوقات من مخلوقات الله، نحن نراها رأي العين بالمجهر، لكن ليس بعيننا المجردة. عندما نكبرها 1000 مرة نراها. لذلك العلماء عندما حسبوا قالوا على السنتيمتر المربع الواحد من جلد الإنسان خاصة المناطق المكشوفة عليه أكثر من 1,000,000 جرثومة. السنتيمتر المربع الواحد. الآن لو يكشف الله تبارك وتعالى عن بصركم وتنظروا إلى أيديكم لوجدت ليس على بل عوالم من الجراثيم تأكل وتسرح وتبرع على حسابنا ونحن لا ندري. وهذه الجراثيم 1,000,000 يصبح 2 مليون خلال 20 دقيقة. لذلك المسلم كلما توضأ تزول هذه الجراثيم ثم تعود وتتكاثر من جديد. ولذلك كلما أكثرنا من الوضوء كلما كان في مصلحتنا نكسب أجر وثواب ونكسب صحة وعافية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر الآن، اليد هي التي تتحرك هنا، الجراثيم موجودة في الهواء وعلى الطاولة وفي كل مكان، وخلقها الله لغرض معين. لو طال بنا الوقت أقول لكم ما هذا الغرض. وخلقها لأحجام صغيرة جدا حتى لا تزاحمنا على طعام ولا على شقق سكنية ولا على شوارع لا نراها، ولكنها تقوم بعمل عجيب وعظيم، وهي جندي مجهول بالنسبة للإنسان. انظر الآن الوضوء.
الأيدي هي التي تتحرك، فهي كثيرة التلوث. ولذلك أول ما نبدأ بالوضوء بعد الاستنجاء هو غسل اليدين، حتى هذه المناطق الملوثة كثيرا تكون نظيفة. واليدين لهما دور كبير ومهم في نقل الأمراض إذا كانتا متسختان. لذلك من فضل الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن اليد اليمنى هي للطعام وللشراب وللسلام والملابس، ممنوع أن تصل إلى السبيلين لغسلهما. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يمس بيده اليمنى ذكرا، ما يغسل بيده اليمنى لكن بيده اليسرى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن اليد اليسرى لاستنجائه وحذائه وغير ذلك، حتى لا نقع في أمراض. لو تصور الإنسان يده ملوثة ويسلم على آخر ينقل الجراثيم منه للآخر وهو لا يدري. وعندما نقول ينقل الجراثيم جزء بسيط لا ترى، يعني عبارة عن ملايين من الجراثيم، ملايين من الجراثيم. لذلك الإسلام ركز كثيرا على نظافة اليدين. ولذلك الوضوء أول ما يبدأ به ماء الوضوء، ثم المضمضة. لو تعلم كم هناك من الجراثيم في فم الإنسان لقلت يا إلهي كيف الإنسان يعيش؟ جراثيم كثيرة، وأكثر ما تكون هذه الجراثيم بعد أن نفيق من نومنا، لأن طول الليل ما في طعام ولا لعاب حتى ننظفها، فتتكاثر كل 20 دقيقة مليون يصبح 2 مليون، فهي بالمليارات. وتكون أقل ما تكون بعد الطعام، لأن أثناء الطعام والمضغ الإنسان يبلع الجراثيم فتتنظف، ثم إذا استعمل السواك، ثم إذا استعمل الفرشاة والمعجون يتخلص من هذه الجراثيم. ثم المضمضة 3 مرات. المضمضة الماء يدخل ويخرج هكذا، أول مرة يزيل عدد كبير من الجراثيم، ومرة ثانية يزيد عدد آخر، والمرة الثالثة يزيد عدد آخر، حتى تبقى في الفم أعداد قليلة من الجراثيم يستطيع أن يعيش معها ولا تؤثر على رائحته ولا على وضعه يعني السلمي، خاصة إذا استعمل السواك كما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رؤي صلى الله عليه وسلم في كل أوقاته يستاك، يدخل البيت وهو يستاك، يخرج من البيت وهو يستاك، حتى قال لقد أكثرت عليكم بالسواك، ما زال جبريل يصيب بالسواك حتى خف على أضراسه، والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا لمصلحتنا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد المضمضة الاستنشاق والاستنثار. قصة الاستنشاق والاستنثار عجيبة. أولا الإنسان يتنفس من فمه، والله تبارك وتعالى خلق له شعيرات في الأنف، من أنفه خلق له شعيرات في الأنف. أتعرفون ما وظيفة هذه الشعيرات؟ بللها الله تبارك وتعالى بمواد مخاطية، حتى إذا استنشق الهواء المملوء بالغبار والجراثيم، هذا الغبار وهذه الجراثيم لا تدخل إلى الرئتين، ولكن تتعلق بالمواد المخاطية الموجودة هنا. وهناك متاريس وضعها الله تبارك وتعالى في أنوفنا تمنع الجراثيم أن تدخل إلى الرئتين، لأن الجراثيم إذا دخلت إلى الرئتين يتجرثم الدم، تلوث الدم، ويصبح الإنسان مريض وربما يموت. ولكن الله تبارك وتعالى رتب لنا الأمر بأحسن صورة. متاريس هنا، شعيرات، مواد مخاطية، ثم متاريس في الخلف، ثم أمور كيماوية صعب أن أشرحها لكم، ثم إذا كانت كميات كبيرة من الجراثيم وصلت إلى حد معين تحدث العطسة، يعطس الإنسان. والعطاس الذي أحبه الله تبارك وتعالى يخلص الإنسان من جراثيم كثيرة كانت تصل إلى الرئتين. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحمد الله، الحمد لله، يعني لسان الحال يقول الحمد لله الذي خلصنا من مصيبة كانت تقع فينا لو الجراثيم وصلت إلى الرئتين. ولذلك كان حق على كل مسلم سمعه كما جاء